عملنا كيك من اروع الكيكات، مفيش كلام يقدر يوصف حلاوتها وجمالها، حاجه كده تحفه. كوبايه وربع من دقيق الكيك، مضاف عليه معلقتين كبار من النشا بيدي هشاشه حلوه للكيك، والدقيق يكون منخول مره واتنين وتلاته عشان الكيكه تطلع معايا هشه ومرتفعه. في الخلاط هضيف كوبايه من السكر الحبيبات، كوبايه من اللبن كامل الدسم. هضرب السكر واللبن مع بعض لحد ما يدوب السكر تماما. بعد ما ضربت اللبن والسكر مع بعض وداب السكر، هنزل عليه بباكت كريم كراميل البودر، كوبايه الا ربع من الزيت النباتي اللي طعمه حلو. هضربهم مع بعض لحد ما القوام يتقل. بعد ما ضربت المكونات كلها مع بعض وتقل الصوص بقى بالشكل الكريمي ده، هاخد منه كوبايه واحتفظ بيها في التلاجة. هضيف على بقيه الصوص 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، عليها معلقه خل صغيره علشان تشيل الزفاره بتاعتها. هضيف عليهم رشه من الفانيليا البودر او السائل المتوفر عندي. هضرب كل المكونات مع بعض، هنزل بالمكونات السايله على المكونات الجافه واقلب في اتجاه واحد علشان الكيك ما تهبطش معايا. وانا بقلب الكيك كده لقيت خليط الكيك تقيل، فهزود عليه نص كوبايه من اللبن واقلب. اخد معايا الكيك بس ربع كوبايه من اللبن عشان اظبط القوام بتاعه يبقى بالقوام الكريمي الناعم ده. هجيب صينيه مدهونه بالسمنه او الزبده وانزل فيها بالخليط. هدخل الخليط الفرن على درجة حرارة 180، واكون مشغلة الفرن من قبل ما ادخله بربع ساعة علشان اخد درجة الحرارة المظبوطة. ده شكل الكيك بعد ما خرجت من الفرن. اختبرتها بستيكس كده من النص طلعت نظيفة معايا، يبقى الكيكة استوت. بعد ما الكيك بردت تماما بعد ما خرجت من الفرن، هجيب ستيكس كده واخرم كل الكيك بالشكل ده، فاعمل لها فتحات صغيرة وابدأ اسقيها بنص كوباية من اللبن عشان تديني طراوة حلوة للكيك، مع انها طرية بس بنزود الطراوة الحلوة بتاعتها. بعد ما الكيك اتشربت الحليب بالشكل ده، عندك اختيارين. اول واحد هتضيفي الكوبايه اللي شلناها من الصوص عليها وتزينيها بكيس الكراميل. تاني حاجه يا اما تعملي الخطوه اللي انا هعملها دي، هخفق كريم شانتيه الاول اضيف عليها نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، هضيف عليها نص كوبايه من لبن الحليب الساقع المتلج او ميه ساقعه متلجه اللي تحبيه اعمليه. هضيف شويه بشويه واقلب واضرب الخليط علشان يديني قوام كريمي. علشان اوصل للقوام ده لازم اضيف المية او اللبن واحدة واحدة، لان كل نوع من الكريم شانتيه بيختلف في كمية السوائل اللي بياخدها. هضيف الكريم شانتيه على الكيك وافرده. هفرد الكريم شانتيه على الكيك بالشكل ده واسويه. وانا بالطريقة دي حولت الكيك البسيط بتاعي لقطعة من الجاتوه الفاخر بتتباع بفلوس كتير في المحلات، وانا عملتها بابسط طريقه، احلى وانضف واوفر بكتير من ما هشتريها من بره. سويت الكريم شانتيه بالشكل ده ودخلتها 10 دقايق الفريزر تماسك الكريم شانتيه معايا. هضيف عليها الصوص اللي احنا شايلينه، نعمل كده خطوط بالكراميل. بعد ما زينا بالكراميل اديناها خطوط بالطول وخطوط بالعرض، اديتنا الشكل الجميل ده. نقطع بقى ونشوف الجاتوه بتاعنا التحفه ده، كان من اروع الكيكات، حاجه كده تحفه.